تعرف ان تأثير التعرض باستمرار لأشعة الأسنان زي تأثير القنبلة الذرية اللي استخدمت في هيروشيما؟ استنى اوعى تتخض. عليها احتراج انت اتخضيه. تأثير التعرض لأشعة الأسنان هو أصعب بكتير من ما تتخيل. رحلة واحدة من القاهرة للصين تقريبا زي التعرض لأشعة الأسنان 10 مرات. مرة واحدة من التعرض لأشعة الأسنان تساوي تقريبا 1 على 1000 MSV. يعني عشان توصل لمرحلة الريسك فاكتور لازم تصور أكتر من 5000 اكسبوجر سنويا بجهاز الإكس راي أو 100 اكسبوجر بجهاز الكومبين سي تي، وده رقم كبير عمرك ما هتوصل له الا لو تتعدى ال10 حالات اكسبوجر يوميا. بس التعرض المستمر ممكن يخليك في خطر الاصابه بالسرطان لا قدر الله. في الفيديو ده هقول لك على 5 اضرار للتعرض المستمر لاشعه الاسنان. اول حاجه ممكن يعمل طفرات جينيه، تاني حاجه ممكن ياثر على جهازك المناعي، تالت حاجه ممكن ياثر على الجهاز التناسلي. احنا هنا يا دكتوره عشان الكبير ما بيعملش واجباته الزوجيه. ورابع حاجه ممكن ياثر على الجهاز العصبي، واخر حاجه مشاكل جلديه زي سرطان الجلد والجفاف. تابعني، انا محمود عثمان بقدم محتوى طبي وهندسي لاطباء الاسنان.